اهلا بكل شبابنا في كل مكان، حلقه جديده ويوم جديد معاكم النهارده في برنامجنا اليومي شباب على الهوا. زي ما عودناكم دايما بنحب ان احنا نلقي الضوء ونسلط الضوء على موضوعات تهم وتخص الشباب، افكارهم، مشاريعهم، قضاياهم، وكمان هواياتهم ومواهبهم. النهارده هيكون معانا موضوع خاص بالشباب يخص الرياضه، وخصوصا ان الرياضه بتكون مهمه جدا لفئه الشباب وحتى الاطفال والكبار، يعني ملهاش سن معين. لكن الرياضه اللي هنتكلم عنها النهارده الحقيقه هي رياضه مهمه جدا للشباب وكمان مختلفه وملهمه لكتير من الشباب، وهي رياضه سباق السيارات. هنطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع لكم مره تانية نقدم موضوع وفقرتنا الاساسيه في شباب على الهواء النهارده. اهلا بيكم مره تانية، وخلونا نتعرف اكتر على فقرتنا اللي هتكون موجوده معانا النهارده في حلقتنا. زي ما اتكلمت في المقدمه ان هي هتكون عن رياضه سباق السيارات، واحنا هيكون معانا النهارده فريق او تيم الابطال هيروز ريسنج سكول. ده اول فريق مصري لاكتشاف المواهب وتأهيلهم لسباق السيارات، وكمان هنتعرف اكتر من خلالهم ازاي ممكن يطوروا رياضة سباق السيارات في مصر وتكون منتشرة بشكل اكبر واسرع. وكمان هيكلمونا عن تجاربهم وطموحاتهم، وهنعرف ازاي منهم بيدربوا وبيعلموا الشباب عشان يحترفوا سباق السيارات، وهيكلمونا عن رحلاتهم المميزة المختلفة، وهنعرف اكتر ازاي ممكن تكون رياضة سباق السيارات وسيلة لتحقيق الأحلام. هنطلع دلوقتي نشوف تقرير بخصوص الفقرة دي ونرجع لكم مرة تانية نستقبل ضيوفنا. اهلا بكم مره تانية، وخلونا نتعرف بضيوفنا اللي منورينا النهارده في الاستوديو. معانا كابتن شريف، صقر مكتشف المواهب لسباق السيارات وقائد ومدرب فريق الابطال. اهلا بيك كابتن شريف. اهلا وسهلا. كمان معانا ولاء سمير، متسابق في فريق الابطال. اهلا بيك. وكمان مصطفى شوقي، متسابق في فريق الابطال وكمان متخصص في الميديا للفريق. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا وسهلا. طيب انا هبدا بحضرتك الاول كابتن شريف، يعني كلمني كده عن يعني قبل ما نتكلم عن الفريق، عن رياضه السيارات في مصر بشكل عام. رياضه السيارات في مصر بشكل عام هي ما شاء الله في تطور. هي اولا كانت رائده، كان عندنا سباق قوي جدا، سباق رالي معروف على مستوى العالم، وكان في حاجات كبيره كده، وبعد كده الموضوع تقلص وبعد كده رجعت تاني تنهض شويه. بقى في 3 انواع سباقات دلوقتي موجودين. هو الرالي اللي هو بيبقى دايما على الرمله، والدريفت وده برده واخد سوكسي جامد قوي في مصر وفي الشرق الاوسط، وسباقات السبيد اللي هي ايه، فكره الاوتوكروس اللي هي اوردرات بتتاخد في وقت قليل وبتحسب لك تايم بس. وده فكره السباقات اللي احنا اوريدي جايين نتكلم عنها. حضرتك متخصص في ال3 انواع سباقات ولا سباق واحد بس؟ لا، السبيد والدريفت. احنا نتعرف اكتر على السبيد والدريفت. الدريفت يقصد ان هو بيبقى ماشي في منحنيات مثلا، بيبقى ماشي في خط سير معين وبيبقى فيه زي حواجز المرور كده، طبعا معموله بشكل تاني يعني. والمفروض هو بيمشي في خط سير معين وفي نفس الوقت بياخدها في اقل وقت من غير ما يخبط حاجه، من غير ما يمشي خط السير غلط. وفي نفس الوقت اللي هو بيخلص الاول هو اللي بيتحسب له التايم، وبيبقى فيه منافسات بقى ما بين العربيات مش كلها مع بعض. يعني فئات الامامي لوحده والخلفي لوحده، اللي هو الدفع الجار الامامي او الدفع الخلفي، كل حاجه لوحدها، الرباعي لوحده، فبيبقى يعني مش بيبقى سباق بين عربيتين. لا، في مصر عندنا هنا ما فيش الموضوع ده، اللي ابتدى يظهر في التوين دريفت مؤخرا. بس ما عندناش المساحات الكلام ده. في سباقات السبيد هي بتنزل عربيه لوحدها، وده برضو فكره السباق عندنا مؤمن بشكل كده، لان بيبقى كله حواجز وكل عربيه بتنزل لوحدها بتحسب تايم، واقل تايم هو اللي بيكسب. كل واحد بينزل مرتين ومنها بيتحسب له احسن تايم. فالموضوع امان جدا ان كل عربيه بتنزل لوحدها، غير لما بنشوف فيديوهات او بنشوف سباقات بره، وده اللي ان شاء الله نفسنا مصر توصل له. التراك بيسمح بده، الامكانيات بقى والعربيات وتفاصيل كتير قوي. بس فاحنا في حلقه هي ان شاء الله ممكن توصلنا كل نوع سباق ليه يعني متطلبات معينه او شروط معينه عشان تقدروا ان انتوا كل سباق بيبقى ليه تجهيزات معينه وبيبقى ليه عربيات معينه وليه مصاريف معينه. يعني الرالي ممكن نقول 100 ضعف، الدريفت ممكن 50 ضعف، السبيد 10 اضعاف مثلا. يعني وكل سباق فيهم ليه انواع عربيات معينه. اعتقد طبعا. الرالي كنت بشوف العربيات اللي هي الكبيره، الجيب، صح كده؟ بالظبط. العربيات كلها طبعا بتبقى لازم 4x4 عشان بتمشي على الرمله بالظبط، وبيبقى كاوتش بمواصفات والفريق بتاعها، والسباق بيبقى على كذا يوم، وموضوع كبير يعني. مش موضوع سباقات الرالي ما شاء الله لو اتكلمنا فيه لا كبير قوي، بحر يعني. والنوع اللي حضرتك اتكلمت عنه السبيد ده مختلف. السبيد بيبقى الموضوع بيبقى زي باركينج، احنا اللي بنجهزه اللي هو الرسم التراك، وطبعا
السيفتي اولا، والموضوع بيبقى يعني ماشي بشكل كويس، وفي نفس الوقت هو طاقه، يعني زي ما بيقولوا كده طاقه بتطلعها في نوع السباق اللي هو السبيد يعني. بس ولاء، يعني اول ما شفت سيده معاكم يعني بالنسبه لي موضوع غريب وانترستنج في نفس الوقت، لانه احنا اصلا يعني ناس سيدات بشكل عام في السواقه يعني دايما على طول الناس بتشتكي مننا، فيعني سر ان انت اشتركتي معاهم ايه السبب؟ على فكره انا كنت تقريبا هبقى من الناس دي يعني. يعني انا اساسا كنت خايفه اتعلم السواقه. بس اول ما اتعلمت الحمد لله لا لقيت نفسي في قلب جامد، في برضو ده في العادي اتعلمتي السواقه العاديه الاول؟ بس فساعتها هو السواقه عموما محتاج ان يبقى قلبك جامد، والمسافات تبقي حافظاها شويه، مقاسات العربيه، مقاسات الحاجات اللي حواليكي. في برضو شويه فيزيكس، ان هو بتبقي عارفه ان السرعه بتاعتك فين، بتفرمي فين العربيه، مدى ايه، ازاي تفادي. سرعه اقل من 100 مش هيحصل لي حاجه، سرعه فوق ال 100 لو لفيت بالعربيه هتتقلب هي سرعه خطر. يعني السرعه زياده عن اللزوم خطر، والبطء الزياده عن اللزوم برضو بيبقى خطر. معقوله؟ علشان بيبقى في بقى عربيات وراكي انت، يعني هم ممكن ما يلحقوش يفادوكي انت، يعني تبقى حاجه كده ماشيه. فلا يعني، وانا بصراحه ملاحظه مثلا 10 سنين ملاحظه ان الستات دلوقتي لا بتسوق احسن من اللي قبل كده. يعني كتير وانا ماشيه في الشارع بلاقي ستات متفوقين دلوقتي، بنات بقت اشطر واحسن في الحته دي. بس والسباقات طبعا بقى بتخلي يعني علشان انت حبيتي سباق السيارات، يعني ايه سبب دخولك اصلا ان انت ما تبقيش سائقه عاديه، يعني مش مجرد بسوق عربيه وخلاص، لا انت بقيتي متسابقه في سباق السيارات يعني، انت حابه الموضوع يعني؟ ما كنتش خايفه في الاول يعني. انا ما كنتش عارفه ان انا انفع اصلا في القصه دي. يعني انا كان دايما اللي بيركب معايا كان يقعد يقول لي انت لازم تدخلي في سباقات سيارات وكده. ليه كنت بتجري بالعربيه ولا بتعملي ايه بالظبط؟ كان لازم كل يوم انزل لي كده بتاع ساعتين. تعملي درفتات بقى؟ لا ما كنتش، لا لسه يعني ما كنتش اعرف اي حاجه عن الحاجات دي. هي بس مثلا لو سرعه او غرز والكلام ده. بس وكان اللي بيقول لي كده كانوا بيبقوا مثلا رجاله، فببقى مبسوطه ان الشهاده جايه من الرجاله. مش دي شهاده على فكره، يعني مش ان هم بقى بينافقوني او كده. وابني كمان كان بيبقى بيحب العربيات جدا، فكان برضو لما عرف ان انا بفكر في الموضوع ده فضل برضو يزن على دماغي ومتحمس بقى وكده. فمنها ان انا كنت يعني انا بستمتع بالعربيه وبالسواقه، ومنها ان عايزه افرحه برضو ان هو يبقى يدخل برضو القصه دي. بس الحمد لله. طيب مصطفى، كلمني عن سبب اشتراكك في سباق السيارات. وانا بقالي كذا سنه بصور مع كابتن شريف. انا اللي بغطي له الميديا بتاعت الايفنتس اللي بنزلها. ده اصلا سبب وجودك مع كابتن او تعرفك على كابتن شريف ان انت مسؤول؟ تعرفي عليه اصلا كان بسبب ايفنت. يعني انا طول عمري بحب العربيات جدا، بس عمري ما شفت حاجه زي كده في مصر، يعني بشوفها على النت بس. الكلام ده فكان اول ايفنت ان انا اشوف عربيات من النوع دوت كان مع كابتن شريف في ايفنت بس. ومن ساعتها انا بقيت على طول معاه في اي ايفنتس مصر كلها بصورها. ولما لقيت الموضوع بقى سيفتي وان هو مش هيجيب لي اضرار قويه على العربيه بتاعتي، فاضطريت ان احنا بنسابق لا دي مشكله بقى. لا كل العربيه بالظبط. يعني لما لقيت الموضوع ما فيهوش خطوره ان انا العربيه ما بتتخدش كده بيحصل لنا ايرور. هو الموضوع فيه سيفتي قوي. يعني انا حضرتك كل عربيه الاثنين، يعني انا كشخص بيصور انا ليا اماكن مسموح بيها بالوقوف، ما ينفعش اتحرك عنها. ليا فيست علشان يبقى المتسابق شايف اللي قدامه. والمتسابق لما انا بقيت انا المتسابق وبقيت اشوف دوت على ارض الواقع، انا ليا حدود بمشي فيها. يعني حتى لو خبطت بالعربيه هي بتبقى حاجات بلاستيك ما بتجيبليش اضرار، والسرعه بتاعتي ما بتزيدش قوي ان انا ممكن يحصل لي اي حاجه. السرعه يعني اخرها كام؟ يعني في ماكسيمم للسرعه؟ هو يعني مفيش ماكسيمم، على حسب كل عربيه انت تحكمك فيها ايه، انك تاخد الاوردر بتاعك صح، بس انك توصل صح وتكمل الاوردر صح. مش انك تجري وخلاص. احنا هنا مش بنجري، يعني انا هنا بطلع طاقتي بدل ما بطلعها في الشارع. يعني
الفتره دي في حوادث كتير بتحصل. لما بروح ايفنت احضر فيه ايفنت وانزل كمتسابق، ممكن اقعد بعدها شهر كامل انا ما بجريش بالعربيه، انا الطاقه اللي عندي خلاص طلعتها في المكان، بس المكان الصح. فمهما حصل في العربيه هنا احسن بكتير ما تحصل بره على الطريق. هضر غيري، هضر نفسي، هضر اهلي. طلعت رغبه انك عايز تجري على طريق بالزبط. فجريت في مكان فاضي. هي طاقه هي طاقه هتطلع، هي طاقه. طب بس انا طلعتها في المكان الصح، اوكي، مش في المكان الغلط. بس بمناسبه ان هو بيتكلم عن ان هي طاقه وطلعها، فده معناه يعني انا كنت بسال لسه حضرتك انه ازاي سباق السيارات بيندرج تحت ان هو نوع من انواع الرياضه، مع ان احنا يعني بحس ان احنا طول ما احنا سايقين العربيه ان مفيش رياضه انا بعملها، ما انا قاعده ثابته في مكاني، ما عملتش اي حركه، والرياضه اساسها الحركه وتشغيل الجسم واعضاء الجسم. فممكن نفسر النقطه دي؟ النقطه دي عند الناس كلها، وناس كتيره بتبقى شايفه هورات السيارات انت قاعد جوه العربيه، يعني انت ما بتعملش اي مجهود، بالعكس انت العربيه هي اللي بتعمل المجهود. بس هو الحقيقي اللي زي يمكن ما مصطفى كان بيحكي، وزي ما ده برضه بقوله، اللي بيفرق متسابق عن متسابق هو بيعمل كذا حاجه في جزء من الثانيه. هو بيدوس، لو عربيه مانيوال بيدوس دبرياج وبينقل غيار وبيمسك الدريكسيون. تشغيل مخ بقى في القصه دي، يعني ذهنيا انا مركزه جدا بشوفها همشي ازاي. انت بيبقى عندك سرعه بديهه وتركيز لدرجه انت ممكن بتنهجي وبتعرقي، ويعني الموضوع انت بيبقى من بره، انا حتى وانا بعمله ما بحسش بيه، لما بخرج بقى بره العربيه بحس قد ايه انا كنت بعمل مجهود من اللي انا بنهج او اللي انا اوريدي بعرق جامد، او يعني ده بيبان عليا. ليه؟ لان بتعملي كذا حاجه في جزء من الثانيه، يعني وزي الرياضات الذهنيه كمان اللي هي تحتاج ان انا ابقى يعني مركزه دماغي كويس. احنا عندنا يعني بربشه العين كده بتفرق. لا ما ينفعش الجزء من الثانيه. ليه؟ لان الجزء من الثانيه دي انا لو شلت بنزين او دوست فرامل زياده او فبتهدر معايا وقت، او بتخلي وقت كبير، او بتخليني اغلط، فازاي الم نفسي. كل ده لازم اعمله بسرعه، ما اغلطش حاجه، اتزنقت مش عارف ايه، لازم ابقى سريع، رجلي على طول حاضره، ذهني حاضر. فهو ده، هي دي الرياضه في كده، اللي انا اوريدي ببقى مشغل كل عضلاتي وكل حواسي. ما هو ما بيبقاش باين للناس، بس ده حقيقي، انا ببقى جوايا. ولما بخرج من العربيه فعلا تشوف اي متسابق بيخرج من العربيه ممكن ياخد له دقيقتين 3 او اكتر، هو يا اما بينهج يا اما بياخد وقت مجهود وحرقت برضو. بالظبط يعني بالظبط. هو الموضوع عندنا مش واخد حقه قوي، لان يعني هي منظومه كبيره قوي، بس اوريدي بره طبعا المتسابقين بيبقى ليه فورمه ثانيه وتفصيل ثانيه واكل معين. في شروط معينه طيب لمتسابق السيارات، ولا اي حد يقدر يعني يدخل في سباق السيارات ويسوق العربيه والكلام ده؟ اي حد يقدر يخش. انا هقول لك برضو فكرتنا قايمه على ايه. انا اوريدي بخش سباقات من 2009، ابتديت اللي انا افهم شويه 2011، ابتديت اللي انا ابتدي انتظم على المشاركه لغايه 2015. من 2015 ل 2017 انا بشارك بس عشان ان شاء الله يعني نفسي اكسب، نفسي احقق مركز، نفسي اقف على البوديوم. ف 2017 ابتديت احقق الحمد لله. قعدت مثلا سنه على نفس الكلام بكسب، بس ما بحسش بالمكسب ده. انا بطلع على البوديوم بستلم المركز، مجرد الصوره وفينا ما بحسش بالاحتفال. قبل السباق ما بلاقيش حد معاه اتدرب، ما بلاقيش حد يراجع معاها العربيه هجهزها ازاي، يشجعني. فالتفاصيل دي، فمنها جات لي فكره الفريق اللي يبقى في حد بيشجعك على ده. كانت دايما مشكله الناس، واللي معروف عن السباقات لازم عربيه معدله وعربيه قويه واللي لا، انا فكرتي كانت قايمه على اللي ممكن بعربيه عاديه، وممكن كمان بعربيه اوتوماتيك بتقدر انت بتيجي تختبر عليها، ومنها نقدر نقول لك عربيتك دي تنفع ونرسم معاك الطريق اللي جاهزها. الافضل مانيوال ولا اوتوماتيك؟ لا، عندنا في الفريق كسرنا القاعده دي. الطبيعي للسباقات مانيوال عشان يبقى فيها دبرياج وتنقل وتدبرج وحاجات كده بلغتنا، بس احنا الحمد لله باوتوماتيك. وده عندنا المالكه يمكن كان فيديو بيتعرض ليه عربيه اللي هي الشكمان بتاعها بيطلع دخان او بيطلع نار، اسف. العربيه دي اوتوماتيك. عندنا كابتن ولاء بتحقق مراكز بعربيه اوتوماتيك، كانت اول ما شاء الله 2019 على اوريدي على عربيات معدله، يعني مش على عربيتها بس. واحنا برضه نفس الكلام، العربيه اللي بشارك بيها او يعني مش تاخدوا العربيه زي ما هي كده، بيتم شويه تعديلات عليها. بالظبط. يعني الكاسات دي يمكن في كاس بتاع كابتن ولا ما رضيتش تجيب بقيه الكاسات اخر سباق. ما شاء الله الكاسات كتيره جدا يا جماعه. ده جزء من، انا اول ما دخلت الاستوديو اتفاجئت بالعدد ده ما شاء الله. حققتوا يعني جوائز كتيره. ده الجزء اللي احنا قدرنا نشيله. كان نفسنا يعني، او الطبيعي عندنا كاسات اكتر من كده، ده جزء منها. ويمكن ده اخر 3 سنين ولا حاجه. ده بعربيه اوريدي اللي انا بشارك بيها، هي اسمها يقين. انا بسمي العربيات عندنا كل عربيه في الفريق، وحتى المتسابقين بتوع الفريق ليهم القاب، يعني مثلا عشاقة التحدي، بطل الميديا، يعني كده كل واحد ليه حاجه كويسه يعني. حلوه الافكار. فيقين دي العربيه اللي بشارك اوريدي 4 سلندر، بشارك في وسط عربيات لغايه 2800 سي سي. بقدر الحمد لله بحقق اول وبحقق ترتيب عام على مستوى السباق.
كل ده بيحصل ازاي؟ بيحصل بالتدريب. يعني هي الفكره جت من كده، اللي انا اوريدي عملت حاجه اسمها مهرجان اكتشاف المواهب للسيارات اللي كانت الدفعه الاولى منه. خرجنا منه يمكن 6 دفعات، اكتر من 150 متسابق، في منهم متسابقين ما شاء الله انضموا لفرق محترفه ما شاء الله. يعني الفرق اللي موجوده دلوقتي على الساحه ويمكن اقوى الفرق هم اوريدي عندنا. كل واحد هتلاقي في واحد كان خريج المدرسه عندنا او بدا معانا والحمد لله دلوقتي في الفريق ده. وفي ناس عندنا برضو في الفريق بعربيات، يمكن عندنا الجوكر بعربيه انسان صني اللي هي كل الناس بتتريق عليها. أيوة. هو ما شاء الله كان بينزل ويكسب بيها لدرجه لا والله في السباق كانوا بيوقفوه. يعني المفروض ان احنا بنعمل حاجه اسمها فحص فني. يعني طب عوامل الامان. انا هو ما شاء الله اولا مهندس وشاطر وعنده اصرار ما شاء الله ما شاء الله فولاذي. يعني بيأثر في الفريق كله، مش في نفسه بس كمان. كان بيشتغل على حاجات معينه في العربيه مش بيعدلها تعديل واو، بس قدر اللي هو يخليها ماسكه نفسها وينزل يعمل بيها تايم حلو. بشكل عام اي عربيه اي موديل بقى ايا كان بيتركب فيها حاجات مثلا عشان تبقى سيفتي اكتر ولا لا مش الموضوع شرط؟ سيفتي جدا لان السرعه، يعني انا هرد على سؤال انت يمكن قلتيه مصطفى، السرعه أيوة ما بتعديش 80 90. انت بتوصلي لهم وبترجعي تاني وتوصلي لهم. بس هي الفكره زي ما مصطفى قال ان انت تعرفي توازني امتى هجري وامتى هدوس. يعني ما ادوس قوي عشان ما ادوس فرامل قوي فالعربيه تهبط قوي، وما ادوس زياده عشان ما اعرفش برضو المها، او ما بقاش هادي فالعربيه تهبط مني. فهي الفكره بوصل 80 90 ده اقصى حاجه. بس في يعني ايه، في لاين اللي انا بفضل طالع نازل كده وزي ما بيقولوا محضر عربيه. يعني اعتقد ان مش سرعه كبيره، يعني السرعه اللي هي لا مش سرعه كبيره، سباق بتبقى فوق ال100 صح كده؟ لا هو ده سباق بس هو الفكره ان هو السباق فكرته تايم اتاك، يعني او قصدي اوتو كروس، اللي هو انت بتاخدي الحاجات دي في وقت قليل. يعني انت بتسبقي الوقت قد ايه؟ التايم قد ايه؟ ممكن بيبقى دقيقتين متوسط، دقيقتين بس متوسط اللي هو بيبقى دقيقتين. ليه؟ لان هي قصتها عندنا في مصر كده، هو ما فيش تراك يساعدك ان انت تقدري تسوقي عليه مده طويله، او تقدري ان انت تمشي عليه مثلا مش عارف 24 لفه وحاجات اللي بنسمعها في السباقات برضه. بس هرجع لحاجه، بس حاسبين اكيد ان انا لو همشي سرعه 80 او 90 هتخلص في وقت قد ايه؟ برضو اكيد في حسابات. يعني هو انا بوصل لها وبنزل وبرجع اوصل لها تاني. يعني ممكن لو يعني شفت الفيديوهات بتاعتنا هتلاقي ان انت اوريدي بتجري وبعد كده مثلا بتخش على حواجز فبتنزلي سرعتك، وبعد كده ترجعي تجري تاني تروحي لاوردر نوع تاني فيجر اوف 8. المهم ان انا اخلص في خلال دقيقتين بالظبط، من غير ما اخبط حاجه ومن غير ما اغلط في خط السير. لازم في اتجاهات معينه بمشيها، مش بمشي كده وخلاص اللي يجي في وشي بقى، لا هو لازم بمشي في خط سير معين، حاجات معينه لازم اعدي عليها. الفكره بس اللي من الفريق عندنا ما شاء الله، او السلوجان بتاعنا ملوك الستوك، وده دايما الناس بتستغربه. لازم زي ما قلت كده عندنا كان عربيه انسان صاني كان بينزل كانوا بيوقفوه ويفحصوا العربيه تاني متاكدين ان هو مخبي تربو ومخبي حاجه. طبعا ما ينفع، يعني تربو والحاجات دي غاليه اللي احنا نعدلها في انسان صاني، بس من كتر ما العربيه ازاي بتكسب وازاي هو بيعمل بيها وقت. برضو عندنا يمكن يوسف كان برضو بعربيه 1300 اسمها يارس، تويوتا يارس، حاجه عنونه كده، بس ما شاء الله بيكسب بيها عربيات معدله. الفكره معتمده على اللي لازم طبعا بيبقى فيه مهاره واحنا بنساعدها اللي هي تطلع، بس في الاساس يبقى فيه اصرار وفيه تركيز اللي انا هوصل. حتى لو عربيتي ما بتنفعش مع الوقت انا ببتدي اعدلها واخد عليها، وان شاء الله يعني مع الوقت بقدر ان انا اكسب. وده اوريدي نجح معانا، نجح مع بنات ونجح مع اولاد، وعندنا كمان اشبال من سن 8 سنين دلوقتي بنجهزهم. عندنا ادم ما شاء الله عنده 10 سنين ابن متسابق عندنا، ده اصغر حد وبيسوق عربيه كورفت، عربيه قويه وكبيره. عندنا ادهم ابن كابتن وائل عنده 14 سنه. فاوريدي الموضوع يعني ايه مندرج، اللي بنطلع اجيال وبنساعد كمان. اللي الفكره اللي دايما ده اللي كان بيجي في ذهن الناس، السباق يبقى لازم عربيه معدله، او انا نفسي ابقى في التراك بس انا معيش امكانيات، فلا ممكن بعربيه عاديه تقدر تيجي وتبقى منظم، تقدر تيجي وتبقى ميديا وقت ويبقى معاك عربيه جاهزه كتير انت تقدر توصل في اخر حاجه. والهدف من كل ده زي ما مصطفى قال، احنا عندنا مبادره في الفريق اسمها فرغ طاقتك، او قلل جري في الشوارع وفرغ طاقتك في التراك. اللي احنا بنعمله ده بيهدينا فعلا، يعني بيوصل الشباب بدل فكره مختلفه فعلا. في شباب كتير عندها حب ان هي تجري بالعربيه وبتحب فعلا كده، فدي فكره هايله. يعني بتعمل مشكله لان في طرق مش عارف معروفه اللي بيعملوا ايه وبيجروا يعملوا على سرعه ايه ويسووا ايه وبيحصل حوادث وكوارث مميته. فلا لما بيجي عندنا نتمنى طبعا ان يعني سباق السيارات رياضه تنتشر بشكل اكبر، ويكون في اماكن ليها مخصصه ان يبقى يتعمل فيها سباق السيارات. انا بشكر حضرتك جدا، للاسف وقتنا خلص. شكرا ليك كابتن شريف، صائر مكتشف المواهب لسباق السيارات وقائد فريق الابطال. بشكرك ولاء وبتمنى لك كل التوفيق ويبقى في كده بطولات الفتره اللي جايه. شكرا ليك طبعا يا مصطفى، وطبعا كل التوفيق ليك سواء في سباق السيارات او في مجال
الميديا. شكرا ليك، شرفتونا. وصلت معاكم لنهايه الحلقه. استنونا كل يوم مع فريق عمل جديد في شباب على الهوا.